الاكتيفيتي 8 بيقول ايه بقى؟ بيقول هنعمل comparing between plants and the human systems. واحد يقول لي ايه ده؟ هو اصلا البلانت ده حاجه والهيومن ده حاجه ثانيه. هعمل كومبير ازاي؟ طيب احنا تحديدا هنتكلم عن process of transport. يعني ايه ترانسبورت؟ يعني نقل الحاجات من مكان لمكان. البلانتس كانت بتحتاج تنقل حاجات، وعشان تنقل الحاجات دي احتاجت تيشوز مخصوصه او تيوبز مخصوصه تقوم بعمليه الترانسبورت بتاعت الحاجات، اسمها ايه فيسلز؟ سايلم فيسلز. جدع. وكانت حاجه بتنقل الفود اسمها ايه؟ فلوم. اسمه ايه؟ احنا لو بنسمع الشرح بتاع المستر تاني هنعرف النطق الصح. اسمها ايه؟ فلوم. برافو عليك. طيب الهيومن بودي بقى، ده سؤالي بقى ليك، بيحتاجوا انرجي ولا ما بيحتاجوش؟ حلو. وعشان يبقى في انرجي لازم في جازس تبقى داخله في الموضوع. جازس ما انت جسمك مش بياخد الانرجي من الفود بس، ده بياخد الانرجي من الفود in the presence of oxygen. عشان كده احنا بنحتاج الاير. عشان كده الاير من البيسك نيدز بتاعتنا، عشان ناخد منه الاكسجين فنقدر نطلع الانرجي اللي موجوده في الفود ونستفيد بيها ونتكلم فنطلع ساوند انرجي ونتحرك فنحولها لكاينيتيك انرجي اند سو اون وهكذا. يبقى كمان مره الكتاب بيقول ايه؟ Both plants and humans need energy. And both plants and humans need gases from the air. Plants and humans الاثنين يحتاجوا energy، يحتاجوا gases من الاير in order to survive and grow. عشان يقدروا يكبروا ويحافظوا على حياتهم. لا يعيشوا ويحافظوا على حياتهم. يبقى انرجي اند الانرجي بتيجي من الفود، والجازز بتيجي من الاير، والاثنين مهمين in order to survive and grow. وتعالى نشوف ازاي. نبدا الاول بمين؟ بالبلانتس. بس احنا بنحب البلانتس السنه دي. اوكي يلا بينا. plants can manufacture their own food اللي هو الجلوكوز شوجر اللي هو بيتصنع في الفوتو synthesis. برافو. to get energy through the photosynthesis process. يعني الفوتوسينثيسيس اللي احنا قعدنا ليسون 1 و 2 و 3 نعرف البارتس بتاعت البلانت ونعرف البلانت نيدز ونعمل تجارب وبتاع عشان نفهم الفوتوسينثيسيس دي. الهدف منها ايه يا لودا؟ الهدف منها ان البلانت يجيت انرجي. الانرجي دي بتيجي من الايه؟ من الفود اللي هو صنعه بنفسه في البروسيس اسمها ايه؟ فوتوسينثيسيس بروسيس. برافو. طب الهيومنز؟ انا يا مستر انت انا مالي اقول you must eat food throughout the day. كلام ليك يعني ما بتسمعش كلام ماما اللي تقول لها اصل انا ماليش نفس، اصل انا مش جعان دلوقتي، اصل انا هخلص الجيم وبعدين هاكل. ايوه كل اللي بيحصل في البيت عندكم تسرب وانا عرفته. اصل انا ما بحبش افطر، اصل انا مش عارف ايه. لا يا حبيبي you must eat food. الراجل قال must، وماست في الانجليش يعني لازم لازم لازم. حازم حازم مين الراجل اللي بيكتب حازم. يبقى you must eat food. انت لازم تاكل throughout the day. فطار وغدا وعشاء وسناكس في النص. لا هقضي اليوم كله اكل يا مستر انا هبقى بكرش بقى. لا ما هو مش معنى ان احنا بنقول لك you must eat food ان انت تاكل الاكل في الثلاجه كله يا طفل. امال ايه؟ باكل شويه الاكل اللي يخلوني اقدر الصبح يبقى عندي انرجي اعرف انزل اروح المدرسه، وارجع الظهر اكل حاجه خفيفه تساعدني ان انا اعرف اصلي واتحرك في البيت واذاكر قبل ما انزل الدرس، وبعدين اتغدى قبل ما انزل الدرس عشان عندي طاقه
انزل وامشي واروح الدرس وافهم المستر بيقول ايه، يا رب نسمع المستر بيقول ايه. يبقى احنا لازم ناكل تو جيت انرجي. مستر نعم، هو الاكل ده فيه انرجي؟ امال بس انا يا مستر يعني مش شايف الانرجي، يعني مش شايفها. ما هو انت مش هتشوف، انت شايف قدامك حته لحم، حته فرخ، كوكو، حته سمك، فيش، خلاص، على شويه رز، مش عارف ايه. ايوه، وانت البادي بتاعك بيتكون من اجزاء كتير كلهم عايزين يفضلوا عايشين. الاجزاء الكتير دي موجوده بالملايين الملايين، كتير قوي قوي قوي، تريليونز. اسمها مش مليون ولا بليون، لا تريليون، مليونز اوف مليونز. بارت صغيره اسمها سيلز. اسمها ايه؟ السيلز دي جعانه. انت عمال تقول ماما انا مش جعان، وهي جعانه. يعني ايه جعانه؟ يعني نيد انرجي، وعشان تنيد انرجي فانت بتاكل. يعني يا مستر انا حته اللحمه اللي باكلها دي هتاكل مين ولا مين ولا مين؟ هتاكل التريليون ازاي؟ ده سؤال حلو. احنا ما ينفعش ندي لشويه سيلز ونسيب الباقيين، يبقى لازم نعمل ايه؟ نقسمها بالعدل. خد يا دايجستيف يا سيستم، ادينا حته اللحمه دي متقسمه بعدد الملايين الملايين. ايه؟ ايوه، الدايجستيف سيستم digests food into glucose and other nutrients لفرافيت صغيره خالص تكفي هذه الملايين العريضه. يبقى حته اللحمه دي وطبق الرز وشويه السلطه ومش عارف ايه، الحاجات دي بتتقسم حتت صغيره خالص عن طريق الدايجستيف سيستم. الحتت الصغيره خالص دي بنسميها جلوكوز اند نيوترينز. الجلوكوز والنيوترينز دي بتبقى بعد كده، بعد ما الدايجستيف سيستم يشوف شغله، تبقى ابسورب. الوظيفه الثانيه بتاعت الدايجستيف سيستم انه يعمل حاجه اسمها ابسوربشن. اسمها ايه؟ يعني ايه ابسوربشن؟ يعني بعد ما يخلص شغل تحديدا في السمول انتستين، يقوم السمول انتستين تقوم نادها على البلاد، خد يا واد يا بلاد تعالى، انا خلصت تقطيع في الاكل، خد انت بقى ايه؟ ودي. ايه؟ خد وودي. يودي لمين؟ للملايين السيلز اللي قاعده جعانه وعايزه انرجي. فالبلاد ياخد الاكل ويطلع يجري عليهم. فين؟ البلاد بيمشي فين؟ في البلاد فيسلز يا سيدي. جوه جسمنا في حاجات، شايفين المستر عنده في ايده حاجات كده؟ دي اسمها بلاد فيسلز. اسمها ايه؟ الاوعيه الدمويه. نعم حقا انها تسمى بالاوعيه الدمويه، وهي التي تقوم بنقل المواد الغذائيه من حيث تم امتصاصها في الامعاء الدقيقه الى حيث سيتم استخدامها في خلايا الجسم المختلفه. انت بتتكلم كده ليه؟ عشان انت اتكلمت عربي. مش انت اتكلمت عربي؟ اسمع مني بالعربي. لا انا بتكلم عربي حلو قوي عجيبه ولا؟ طيب نرجع للموضوع. مستر بالراحه، سيبك بقى من العربي ده والنبي، خليك معانا بالانجليزي عشان انا امتحان بالانجليزي ده وبدرس لغات يا مستر والله العظيم. معلش فلوسنا روح. بص، الدايجستيف سيستم شغلته يكسر في عمليه الدايجستشن، وبعدين يرمي للبلاد في عمليه اللي اسمها الابسوربشن. يبقى دايجست اند ابسورب. الدايجستيف سيستم بيعمل وظيفتين اسمهم ايه؟ ده انا هعمل لكم كده دايجست اند برافو عليك. الابسوربشن ده بينتهي فيه الجلوكوز والنيوترينتس فين؟ في البلاد. فين؟ في البلاد. يبقى مين المسؤول عن التسليم والتسلم؟ البلاد. كده المسؤوليه بقى عن البلاد. البلاد ده هيمشي جوه حاجه اسمها بلاد فيسلز. اسمها ايه؟ جميل. خلينا بقى، افرض ايه؟ اكل مناب اخواته. ماشي، افرض حاضر. طيب كده عرفنا هنجيب الفود ازاي. في البلانتس بيعملوا فوتوسينثيسيس، بيعملوا الفود بنفسهم. في الهيومنز عشان ما بيعرفوش يعملوا فوتوسينثيسيس بياكلوا الاكل جاهز، والدايجستيف سيستم بيدايجست اند ابزورب ويرمي للبلاد. ده بقى عنده جلوكوز ونيوترينز، ده كمان بقى عنده جلوكوز ونيوترينز، بس فاضل حد ينقلها.
صح؟ تحفه. طب والجازز؟ مش احنا قلنا ان احنا محتاجين انرجي عند الجازز؟ في البلانتس انت عارف الاير انتر ذا بلانت ثرو stomata in the leaves. صح؟ ده كلام قلناه قبل كده ومش محتاج نشرحه تاني. يعني سهله ومش مستاهله. طب هنا في الهيومنز عندنا في الهيومن عن طريق النوز جدع، يبقى air enter the human body through the nose. طب وافرض عندي برد اموت؟ عندي برد ومناخيري مسدوده بناديل بقى وبتاع اموت؟ لا، رحمه ربنا انه فتح لنا فتحه ثانيه، ممر تاني يدخل منه الاير. بس الممر ده مش صحي قوي، يعني الصحي اكتر هي النوز. لكن وانا مضطر، لو انا مضطر انا كده كده عايز الجزز، مناخيري مسدوده، بعمل تمرينه شديده كده. العيال بتتمرن فين؟ العيال بتتمرن رياضه، بتلعب رياضه فين؟ مش بنلعب رياضه هنا؟ بتلعبوا رياضه؟ جميل. واحنا بنلعب بنعمل مجهود اكتر. مجهود اكتر يعني محتاج انرجي ايه؟ اكتر. حلو، مجهود اكتر محتاج انرجي اكتر، يعني محتاج جذب اكتر، يعني محتاج اكسجين اكتر. هل ينفع كده نعتمد على النوز بس؟ لا، تلاقي الكابتن بيقول لك اتنفس من بقك. صح؟ اللي بيحصل في نادي الشرطه تسرب وانا عرفت كل حاجه. الله، يعني ايه يا مستر؟ يعني من النوز والماوث الاير يدخل enters the body and moves into the lungs. عندنا هنا في من النعمه دي اثنين اسمهم التو lungs where oxygen is absorbed. تاني absorbed، تاني ايوه absorbed يعني يروح للبلاد. احفظها كده، كلمه absorbed يعني ايه؟ يروح للبلاد. absorbed يعني ايه؟ absorbed يعني ايه اللي حاضرين اونلاين؟ يعني يروح للبلاد. صح، ممتاز. البلاد هو فعلا المسؤول عن نقل كل حاجة من أي مكان في جسمنا لأي مكان تاني في جسمنا على حسب ما جسمنا يقول. يعني خد يا بلاد شوية الأكل دول وزعهم على البادي، ياخد ويوزع. خد يا واد يا بلاد شوية الأكسجين دول وزعهم على الجسم، ياخد ويوزع. تعالى يا واد يا بلاد بالجزز اللي أنت جايبها معاك. إيه جايب إيه؟ ما هو إحنا بنديها أكسجين بناخد منها كربون داي اللي هي السيلز بتاعت الجسم اللي هم بالملايين دي. احنا بنديها الاكسجين عشان تطلع الانرجي. طلعت الانرجي، هاتي بقى الزباله. ايه الزباله؟ كربون دايوكسيد اند ويست. فمين اللي بيشيل الزباله؟ البلاد برضو. سؤال، مين اللي بيشيل الحاجات من السوبر ماركت للبيت؟ انت. مين اللي بيرمي الزباله بتاعت البيت؟ انت برضو. انت دلوقتي بتقوم بدور البلاد في حياتنا، انت اللي بتنقل الحاجات من كل مكان لكل مكان. بس الفرق في الدايركشن. يعني وانت بتاخد الحاجات من السوبر ماركت للبيت انت بتبقى طالع، اما وانت واخد الزباله بتبقى انت واخدها وانت نازل. فهي الدنيا كده خد وهات. خد فلوس هات لنا حاجات من السوبر ماركت. صح، خد الزباله وانت نازل جدع يا. هات لنا حاجات معاك من السوبر ماركت وانت مروح، ها، وخد الزباله وانت نازل. حلو، جميل جميل. بس احنا متفقين اهو، ماشي يا اولاد الذين هيبوظوا الحصه. والله يبوظوا الحصه. طيب الحصه الجايه يا حبايبي هنشرح كفايه كده النهارده. بص بس ركز معايا، افهم هنعمل ايه. ممكن نفهم هنعمل ايه، انا لسه ما خلصتش، انا لسه بتكلم. الحصه الجايه هنتعرف على واحد من السيستمز بتاع جسمنا اللي البلاد بيشتغل معاه، اسمه سيركيلاتوري سيستم. اسمه ايه؟ سيركولاتوري. ده جاي من سيركل يعني، وهو البلاد بيتحرك في سيركل، يطلع من الهارت يمشي يلف في الجسم ويرجع تاني للهارت، يطلع يلف لفته ويرجع تاني للهارت. بيشيل الحاجات اللي مش نظيفه والنظيف، الحاجات الحلوه واللي مش حلوه، يشيل كل حاجه. البلاد بيشيل كل حاجه. طيب بعد ما ندرس السيركيلاتوري سيستم هنروح نفتكر اللي قلناه في الترانسبورت في البلانتس، وهنتكلم اكتر بالتفصيل. اقعد لو سمحت. خلصتش كلام عن الزايلم والايه والفلو؟ اتفقنا؟ طيب بعد ما نتكلم عن الزايلم والفلو نقدر نعمل الكومباريزون بقى ما بين الهيومنز وما بين البلانتس.
خلاص تعال حبيبتي تاخد بس اسئله الاونلاين قبل ما يفصل علينا الزوم. لا ما عادش بيفصل زوم خلاص.